صلى الله عليك أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين يا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله سيدي، من تمسك بكم أمن والله من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أتغضي أين طلعتك الرشيدة؟ ندبة صاحب الزمان سلام الله عليه في هذا اليوم يوم الجمعة. أتغضي أين طلعتك الرشيدة وأمك فاطم ماتت شهيدة، ستبقى آهها تعلو شديدة، ستبقى آهها تعلو شديدة إلى أن تخفق الرايات ثأرا. فدتك الروح اسمع يا غيور، بيا مهدي أمك تستجير، بيا مهدي أمك تستجير، فيبكي عند رؤيتها الأمير. أيا مهدي لو ترنو إليها، أيا مهدي لو ترنو إليها، ونار الباب قد لفحت يديها، تئن وسقطها يبكي عليها، تئن وسقطها يبكي عليها، ما يرى في الضلع مسمارا وكسرا. عجيب متنها بالصوت يضرب، سيدي يا أبا صالح، عجيب متنها بالصوت يضرب، وصفعة خدها أدهى، وأعجب تلوذ بثوبها الحمراء. زينب وحيدرة الهمام يقاد جرا، أيوة عليا، وحيدرة الهمام يقاد جرا، وزاق أمير المؤمنين مقيد بوصية رسول الله، أخذوه من داره سلام الله عليه. من اللي أسرعت لإخبار فاطمة بأخذ علي من داره؟ أسرعت مولاتنا زينب تلك الصغيرة، يا يم حيدر طلعوا مجتوف يا يم خذوا، واهل المدينة شاهدوا يا يم الحقيلة. شي يقول الشاعر؟ ركضت وراهم فاطمة تبكي على خدها لاطمة، خلوا لي حماي الحمى لا أرفع الشيلة. سلمان قال يا فاطمة إن أباك بعث رحمة، فلا تكوني بدعائك على القوم نقمة. سلمان يقول رأيت فاطمة رفعت يديها بالدعاء، فرأيت أركان المسجد قد ارتفعت معها. ركضت وراهم فاطمة تبكي على خدها لاطمة، خلوا لي حماي الحمى لا أرفع الشيلة. خب وصلت للمسجد الزهراء. يا شاعر كمل بعد، شنو اللي صار؟ أريدك تسمع هذا البيت بقلبك. شاعر يقول مهما الضلوع مكسرة، يعني تحملت المصيبة وطلعت الزهراء. مهما الضلوع مكسرة ما ردت إلا بحيدرة، وبكربلاء ركضت مرة رادت أخوها تشيله. وإله سيدتي
أنت أضلاعك مكسرة، بس علي رجع وياك للدار، مو مهما الضلوع مكسرة ما ردت إلا بحيدر، وبكربلاء ركضت مرة رادت أخوها تشيله. أمير المؤمنين فاطمة رجع وي فاطمة، ولكن مولاتي زينب هل عادت بالحسين؟ لا والله، ولكن كأني بها يا خويا الحمد لله يا خويا من لقيتك، لو ما ريحة أمك جزيتك. خويا خويا لحقتك على ريحة الخوة، لحقتك على ريحة الخوة، ذبيتنا على الغروب قوة، ترانا ماشية يا حسين قوة، شوف الشمر بيا ايش سوى، صوت علمتوني تلوى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: لقد كانت فاطمة ميمونة طاهرة مطهرة على حبها، صلوا على محمد وآل محمد. هنالك مقام واضح وجلي في بيان أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين للصديقة فاطمة سلام الله عليها، ولكن هذا المقام وهذا الحديث عن هذا المقام يحتاج أن يفهم من محبي فاطمة إنه كيف نقرأ أو كيف نجمع استقراء لقول أمير المؤمنين عن فاطمة. أكو كلمات تحتاج أن تقف عندها، أو أكو بيان جلي يتحدث عن مقام المقابل يحتاج أن تستفيد منه. يعني الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. إذن مقام، وهذا المقام ظاهرا يرجع بعض الناس إلى رشدهم إلى عقلهم، يعني يرجع الناس إلى الالتماس للحقيقة. وإلى الآن تعال سوي استقراء تاريخي، تلقى دخول ركب الحسين عليه السلام إلى قصر يزيد كان يستقبل بالدفوف، وكان يستقبل بالتفرج، وكان يستقبل بمن أحبتي بالأهازيج، ولكن سرعان ما صارت نقطة تحول ذلك الاستقبال، تحول منيا من طبول تقرأ وأهازيج واحتفالات بالشوارع وتفرج على ركب الحسين إلى ماذا؟ إلى واقع بكاء، يعني من فرح إلى بكاء. الإمام السجاد: أيها الناس من عرفني فقد عرفني، من لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. وبعدين بدأ مكة منى زمزم صفا إلى آخر ما أبرز مقام أهل البيت سلام الله عليهم. النتيجة شنو كانت؟ النتيجة كانت نقطة تحول، النتيجة كانت نقطة إدراك ومعرفة، فحولت المجتمع في ذلك الوقت إلى ماذا؟ إلى معرفة حق أهل البيت. ولذلك يزيد المؤذن: اصعد ارتقي الأعواد، صيح الله أكبر. قال له: ليش؟ قال له: الناس راح تنقلب علينا. هسه انقلاب الناس أحبتي على يزيد كان عنوانه شنو؟ معرفة الحقيقة. لو ما عارفين الحقيقة اللي قالها الإمام السجاد سلام الله عليه ما يصير ذلك التحول بالمجتمع، بل يبقى المجتمع على ماذا؟ على جهله، بل يبقى المجتمع على عدم معرفته. فإذا أكو أشياء يحتاج بالواقع أن نفهمها أنا وإنت عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. أمير المؤمنين جاي يسولف عن فاطمة، ومو إنسان عادي اللي يسولف عن فاطمة. الآن أنا أسولف لك عن فاطمة، لكن كلامي مو مثل كلام علي بن أبي طالب، كلامي مو مثل كلام المعصوم. أمير المؤمنين جاي يسولف عن الزهراء، يقول فاطمة كانت ميمونة طاهرة مطهرة. كيف أفهم ذلك المعنى اللي ذكر أمير المؤمنين من خلال كلامهم؟ هذا الكلام هو مهم في هذه الليلة. أقف عند المفردة الأولى. أمير المؤمنين يقول كانت طاهرة، صديقة
إنها طاهرة مطهرة. ما هي المعاني التي أشارت إلى طهارة فاطمة؟ كيف كانت فاطمة طاهرة؟ هنالك 5 مضامين لطهارة الزهراء سلام الله عليها، أنا وأنت الآن نوقف عندهن. المضمون الأول قالوا فاطمة عندها طهارة ذاتية. شنو تعني الطهارة الذاتية؟ الطهارة الذاتية قالوا الطهارة التكوينية. الطهارة التكوينية يعني الطهارة التي بدأت بولادة فاطمة سلام الله عليها. هسه أنا وأنت نسولف، القرآن يقول الخلق كله، كل الخلق خلق منين؟ من تراب. مو الآية تقول هو الذي خلقكم منين؟ من تراب، ثم منين؟ من نطفة، ثم منين؟ من علقة. إذن أكو تدرج بمن؟ بخلقك أنت كإنسان، أكو تدرج بخلقك، أكو ماذا؟ أكو مراحل بخلقك. هسه مو بصدد أنا أذكر لك 8 مراحل في خلق الإنسان، وإلا الإنسان يمر بمرحلة ذر وتراب وأصلاب ودنيا وبرزخ وبعث وخلود. 8 مراحل الإنسان يمر بها، 8. ولكن فاطمة سلام الله عليها اختلفت عن مراحل الخلق. كل احنا خلقنا بخلق معلوم، تراب، نطفة، علقة، وهذا تدرجنا بالحياة. فاطمة ما خلقت مثل خلقنا احنا. كيف خلقت فاطمة؟ فاطمة خلقت من التراب لو من الجنة؟ شو تقولون انتم؟ فاطمة خلقها خلق خاص لو عام؟ خاص. فاطمة منين خلقت؟ من الجنة. رسول الله هذه تفاحة منين؟ من الجنة. هاي التفاحة شبيها؟ بها فاطمة. إذا ننظر إلى مضمونها الأول طاهرة، الجنة طاهرة، الجنة طاهرة وطهارتها مطلقة. ففاطمة من الجنة لو من التراب؟ فاطمة من الجنة. إذا فاطمة من الجنة بالذات وتكوينها طاهرة لو مو طاهرة؟ إذن هذا المضمون الأول يحفظوه. أكو شوف بعض الالتفاتات هواي مهمة. بعض الالتفاتات تنطيك ماذا؟ تنطيك مقام الذي تتحدث عنه. وإلا الآن شفت واحد الله امتحن قبل خلقه، طونا واحد الآن الله امتحن بالذر. الذر بس إشهاد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الذر إشهاد، أقبل، ادبر أدبر. قال وعزتي وجلالي بك أثيب وبك أعاقب. فالخلق بالذر يسموه إشهاد. زين، هذا الخلق بالواقع الله امتحن بالذر؟ لا. امتحن بالتراب؟ لا. امتحن بالأرحام؟ لا. امتحن بالأصلاب؟ لا. وين امتحنه؟ بالدنيا الله امتحن الإنسان. بالدنيا الله دخل الإنسان بالاختبار. إلا فاطمة يا ممتحنة، امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك شنو؟ صابرة. اختلاف، كل شيء باختلاف. فاطمة كل شيء باختلاف عن ماذا؟ عن خلقك وإعدادك وتكوينك. حتى ما أشتت ذهنك، فعندنا طهارة الذات. تكوين فاطمة غير تكويننا احنا، إعداد فاطمة غير إعدادنا، خلق فاطمة غير خلقنا. احنا من التراب وهي من الجنة. هاي شو يسمونها؟ طهارة التكوين. الطهارة الثانية أحبتي بفاطمة طهارة البدن. طهارة البدن مر إلى خطاب مقدس: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اقرأ الآن الروايات اللي تحدثت عن طهارتها البدنية. لما سميت فاطمة بالبتول؟ قالوا لأنها كانت لا ترى كما ترى النساء. حكمة ثانية، الإمام الصادق عليه السلام يقول: حرم الله على علي بن أبي طالب أن يتزوج بحياة فاطمة. حرمة مطلقة. علي الله محرم عليك أن ما تتزوج زوجة غير فاطمة. ليش؟ قال لأنها كانت لا ترى كما ترى النساء، يعني ما عندها عذر. وإن كان هذا بالإسلام في بعض الأعذار الواردة تخلي واحد بالواقع يسارع وإن كان هو حلية فيه. فالإمام الصادق يقول الله حرم على علي أن يتزوج لأن فاطمة كاملة، فاطمة ما بها نقص. مو فقط لا ترى ما ترى النساء، بل هي طاهرة البدن. مو بس طهارة تكوين وإعداد، حتى بدنها طاهر سلام الله عليها.
إذن طهارة البدن هي تختلف عن النساء. كل امرأة ترى في حياتها ماذا؟ عذر شرعي، إلا من؟ إلا فاطمة. هذه الطهارة الثانية. الطهارة الثالثة هي طهارة الفعل. شبابنا اليوم إذا مو أفعالنا تكون طاهرة، حياتنا ما راح تكون طاهرة. أفعالنا كيف؟ شلون تكون أفعالنا طاهرة؟ القرآن يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به. إحنا هاي الوسوسة اللي بالواقع تصير في صدوركم، في عقولكم، هاي الله يقول إحنا ندري بيها، عندنا اطلاع كامل بيها. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى إلى آخر الآية. الفعل في بعض الأحيان واحد نفسه توسوس له فعل معين، ولكن الفعل يصف في مصلحة الله. يعني هذا يريد يقبل على عمل ينطوي تحت مصداق الفعل، ولكن عمله وفعله ينطوي تحت عنوان الرضا الإلهي. الآن جلوسك بالمجلس هذا فعل لو مو فعل؟ هذا فعل. زين، خليه تحت خانة الرضا لو الرفض. الله راضي عليه لو رافضه هذا الفعل، هذا راضي عليه. فاطمة سلام الله عليها عندها طهارة تكوين، وعندها طهارة بدن، وعندها طهارة شنو؟ حتى أفعالها طاهرة. أفعالها طاهرة. لاحظ فعلها بعد ما صاير على الواقع فعل، ولكن فعلها قبل أن يكون واقعا هو شبيه طاهر. إذن نيته طاهرة مسبقا، فعل بالحاضر طاهر، ماضي أو آتية أو حاضرة هم كله طاهر. فالمضمون الثالث أكو طهارة فعل. الآن بإمكان كل واحد من عندنا تصير أفعاله طاهرة لو ما بالإمكان؟ ها شباب، بالإمكان كل واحد الآن يصير فعله طاهر. فعله طاهر إذا ماذا؟ إذا ارتبط بالله. كل شيء تربطه بالله ومحمد وآل محمد، شو يصير طاهر. فالطهارة الثالثة هي طهارة فعل فاطمة. هاي 3. 4 الطهارة النفسية. فاطمة طهرت طهارة نفسية، نفسها كانت طاهرة، مو بس فعلها، مو بس تكوينها، مو بس بدنها، حتى نفسها كانت شنو؟ طاهرة. أنت تلاحظ الآن أكو كلمات تصير متداولة في أوساط المجتمع. شوف لك واحد خبيث، شو تقول عليه؟ هذا نفسيته زفت. مو ليش؟ لأن مع ذلك المعنى وذاك الإطلاق أكو شيء ضغائن أظهرها، أكو بعض المضامين أظهرها، أكو بعض الأشياء أظهرها على واقعه، فصار يحمل شيء من الخبث. هذا الشيء من الخبث شو تسميه؟ نفسية. فاطمة ما كانت تحمل شيء من الخبث، ما عندها شيء خبث سلام الله عليها. فحتى بالنفس كانت عند فاطمة ماذا؟ طهارة. هاي 4. المعنى الخامس طهارة القلب. القلب وما أدراك ما القلب. شوف ارتكاز القرآن وتركيز القرآن كله على القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله صار وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته شنو صار؟ زادتهم إيمانا وعلى ربهم. هذا الحديث الجمعي، يعني القرآن يقول هذا حديث جمعي. كل مؤمن إذا صارت تلاوة وأصغى المؤمن بقلبه وجوارحه للتلاوة، شنو صار أحبتي؟ صار جمع. أنت تدري أعظم ما أوصت به فاطمة بعد شهادتها أن يقرأ القرآن عند قبرها؟ مو لا يا علي إن أنا مت فاقرأ القرآن عند سؤال فاطمة احتاجت أن يقرأ القرآن عند قبرها؟ ليش هذا الجفاء ويا القرآن؟ عندنا جفاء ويا القرآن لو ما عندنا؟ أنا أسألكم الآن شباب، أسألكم، أكو واحد من عندكم كظل القرآن وقرأ صفحة باليوم؟ احكوا الصراحة، في مجلس الزهراء. ليش هذا الجفاء؟ ارجع لأئمتك وصاحبة العزاء عندها جفاء ويا القرآن؟ أسماء داخل الحجرة شو أسوي؟ أقرأ القرآن. ورأسك أم رأس الرسول على القنا بآية أهل الكهف راحة
يردد قرآن. علي اقرأ القرآن عند قبري. وصايا بالقرآن عندنا كبيرة كثيرة. تعال الآن هالمسجد هذا المبارك خليه يفتح دورة للقرآن الكريم، شباب أكو دورة للقرآن الكريم، الله وكيلك ما تلقى بيها 5. ليش هذا الجفاء؟ ليش هذا الجفاء؟ وفاطمة تقول لعلي اقرأ القرآن عند قبري، أنت سيدة نساء العالم، أنت سيدة نساء الجنة، الجنة ملكك. نعم اقرأ القرآن عند قبري. إذا فاطمة تقول لعلي اقرأ القرآن عند قبري، القرآن مهم لو مو مهم؟ إذا مهم إحنا ليش عندنا جفاء وياه؟ فإذا 5 مضامين على كلمة طاهرة، طاهرة تكوين، وطاهرة ماذا إعداد، وطاهرة ماذا فعل، وطاهرة نفس، وطاهرة قلب. هو شنو اللي طهر القلب؟ الله وكيلك اللي طهر قلبك القرآن. ألا بذكر الله شو يصير؟ قلوب تطمئن. هو القلب شو يطمنه؟ شو يطمن القلب؟ القلب ترى يطمن 2، خليها ببالك. 2 يطهرن قلبك ويخلن قلبك مطمئن. أولا ذكر الله، والثاني محمد وآل محمد. طهارة قلبك تجي من الذكر، طهارة قلبك تجي من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ولذلك أنت تقرأ ذلك المعنى: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. إذن ذكرهم تطهير للقلب، ذكرهم ماذا؟ نقاء للروح، صفاء للنية، تزكية للنفس، أدب، ترويض، أخلاق، كل هذا يدخل في هذا المضمون. إذن حتى أنتقل للمرحلة الثانية، الإمام أمير المؤمنين يقول كانت طاهرة بهذا المعنى، بفعلها، بقلبها، بنفسها، بإعدادها، وكذلك ببدنها، وكذلك بتكوينها. فاطمة طاهرة من كل الجهات. هذا معنى أول. المعنى الثاني أمير المؤمنين يا ناس يا عالم يقول طاهرة مطهرة. هاي قراءة. القراءة الثانية ايش عندنا؟ القراءة الثانية عندنا فاطمة طاهرة مطهرة. مرة مطهرة طاهرة خاصة بذاتها، لكن طاهرة شبيهة مطهرة. شلون تقرأ هذا النتاج؟ فاطمة مطهرة شلون تقرأها؟ شلون تطهرك فاطمة؟ عندكم مزاج أسولف وياكم أختم المجلس؟ عندكم مزاج؟ شبابنا إذا ما تعرفون هذا الحكي ما تعرفون شيء من أهل البيت. وداعتك إذا ما تعرف محمد وآل محمد على هذه الحقيقة ما تعرف أهل البيت. أنت كنت تعرف أهل البيت عن هذه الحقيقة. الآن لما يقول أمير المؤمنين فاطمة طاهرة مطهرة، كيف أفهم معنى تطهير فاطمة إلي وأنا كمؤمن منتمي لعلي بن أبي طالب؟ شلون فاطمة تطهرني؟ فاطمة تطهرك ب3 أشياء. 3. النقطة الأولى، فاطمة تطهرك بالنقطة الأولى بطهارة مولدك. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني وين؟ من أرضع من أمي، من صدر أمي. أرضع إيمان، أرضع ولاية، أرضع حب لمحمد وآل محمد. شيابنا آبائنا الكبار، شيابنا ينقلون، شيابنا وانتم سئلوا الكبار، المرأة المنتمية لأهل البيت بساعة الطلق شو تصيح؟ أكو فطرة. والظاهر هاي كلمة يا علي عند طلق المرأة تدري شنو تعني؟ تعني سكينتها، تعني تسهيل ولادتها، تعني تسهيل حملها، تعني تسهيل وضع المولود. إذا قالت شنو؟ ايش قد اسم علي مهم؟ ايش قد اسمه مهم؟ فإذا كيف تطهرك فاطمة؟ أول تطهير فاطمة إلك عبر يا مرحلة ولادتك. أنت لما تولد إن كانت ولادتك على حب فاطمة وآل محمد فهذا تطهير.
تطهير. وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذا وذي أهوى أبا حسن. هذا واحد. اثنين، عندنا طهارة تكوين، وهذا شوي بيحكي صعب كاميرا تتصور، ما أريد أسولف بعد. اكو حكي مهم يعني. رسول الله يقول له يا علي ما أبغضك إلا شنو؟ منافق. والثانية أنت تعرفها بعد، لأن هذا لو كان على الجادة، لو كان على الولاية، لو كان على ولاية علي، هذا منافق وابن شو اسمه له خوش آدمي. خوش آدمي هذا، خوش آدمي. هو رسول الله يقول مو أنا. فأول تطهير فاطمة إلك كمؤمن أنت تطهير المولد، وهذا مهم، مهم هذا. اثنين، تطهير فاطمة بالإعداد، إعدادك أنت في الدنيا. فاطمة تقول إن كنت تعمل بما أمرناك وتنتهي عما زجرناك فأنت من شيعتنا، وإلا فلا. فاطمة تقول بحياتك أكو إعداد إحنا عادين إليك، تمتثل تلتزم به فأنت طهرتك فاطمة، ما تلتزم به أنت ما طهرتك فاطمة. أنا وأنتم خلينا نروح زيارة وارث. أنا دائما أستشهد بهذه المقدمة لأن هاي مقدمة مهمة، هاي المقدمة مهمة شبابنا. زيارة وارث قارينها ليلة الجمعة، إذا مو عند سيد الشهداء تقرأها وين؟ بالمسجد. مو بالمسجد ببيتك. أكو مقدمات لطاعة الله والنبي. شنو هاي المقدمات؟ وياي وحدة، أشهد أنك قد، مقدمة هاي، وآتيت مقدمة، بعد مقدمة، بعد اقروا بعدها شنو؟ ثم أطعت الله. يعني الآن الإمام الصادق يقول طاعة الله والنبي لها مقدمات. صلاة مقدمة، مو لا. أشهد أنك قد أقمت وآتيت المقدمة، أمرت بالمعروف مقدمة، نهيت عن المنكر. شيل ذني أربعة اللي أسويهن، عندك طاعة لله والنبي. معصوم جاي يقول. فما تمشي بعد عندنا واحد يجي بدون صلاة للمجلس ويموت بدون صلاة. ليش؟ لأن أنا أحضر المجلس، عندي ولاية. الصادق يقول لا تنال شفاعتنا مستخف. شلون تقرأها هاي؟ لو تعب نفسك 20 يوم تخدم بالأربعين، 20 يوم صلاة ماكو. إذا هذا الحكي تفسره على رأيك أنت فروح أنت ورأيك، بس إذا رأي المعصوم، هذا المعصوم يقبل عليه. فأكو طهارة طهرك مرة ثانية الزهراء. شو وقت بإعدادك أنت بمرحلة بلوغك أهل البيت يطهروك. أهل البيت فاطمة تقول لك تعمل بأمرنا تنتهي عمن نهيناك عنه. إيه نعم أنا أعمل بأمركم أنتهي عن زجركم. تقول لك أنت من شيعتنا، ما تسوي ذن أنت من شيعتنا. لا تحسب نفسك على التشيع، لا تحسب نفسك على التشيع، كون تعمل بأمرنا. هاي تطهير فاطمة. هذا ايش قد صارن؟ شوف بالكم وياي لو لا. ايش قد صارن؟ الأول إعداد تكوين، والثاني إعداد، مو لو لا. الثالث وين الطهرك فاطمة؟ فاطمة طاهرة مطهرة. وين الطهرك فاطمة بالمعنى الثالث؟ بالمعنى الثالث فاطمة طهرك بالمصير. بالمصير يعني وين؟ صادق القول يقول لا يجوز أحدكم الصراط إلا من كان عنده صك منين؟ من علي. بالدنيا اشتغل على صك علي. تبي الدنيا اشتغل على أن تحصل على صك أمير المؤمنين، وإلا بالبرزخ تريد صك من علي وأنت كل شيء ما مقدم العلي، مو صحيح. هسه أكو آية بالقرآن تحضر، لربما تحضرني إن شاء الله، تحضرني وتحضرني كاملة. القرآن هيك يقول، ما مضمون الآية؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا شنو هو؟ إيمانهم ولا هم ينظرون. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. وشنو هاي؟ شنو معناتها؟ قال هذا مو يموت، قال رب ارجعوني. هو مات
وما حقق شيء. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما. يجي الجواب يقول لا، كلا إنها كلمة هو قائلها. خلاص بعد ماكو رجوع. ولذلك أنا وإنت نمر بهذه المراحل. رب ارجعوني، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. مو وهاي بيها عض، يوم يعض الظالم على يديه. بعد يا ليتني كنت ترابا، بعد يا ليتني قدمت لحياتي. هذا عنده عندك يشتغل، بس عند علي يشتغل هذا الحكي؟ عند علي فزت ورب الكعبة. لذلك القرآن يقول يا ناس يا عالم فتمنوا الموت إن كنتم شنو، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت. لكن علي يقول لا، فزت ورب الكعبة. الإمام الحسين يقول إني لا أرى الموت إلا فاطمة. رسول الله مرتين يسولف وياها، مرة تبكي ومرة شنو تضحك. بكت على رحيله، ولكن سبب ابتسامتها شنو؟ لأنه أخبرها أول من يلحق برسول الله منه. ولذلك القرآن يقول فرحين بما آتاهم الله. شهادة فرح. ايش تقرأ بزيارة عاشوراء؟ بالسجود اللهم لك الحمد حمدا على من؟ الحمد لله على عظيم رزيتي. هذا حكي من؟ حكي أنا، لو حكي أبوي، لو عشيرتي، لو حكي المعصوم. معصوم. الرزية ايش عندهم؟ الرزية عندهم تشكر وتقابل بالحمد. فالطهارة الثالثة، وين تطهرك فاطمة؟ مصيرك يوم القيامة إذا ما عندك صك من فاطمة ما راح تكون طاهر، ما تكون طاهر. يوم القيامة إذا ما عندك فعل فاطمة ونفس فاطمة وتصرف فاطمة، وما عند فاطمة عندك، وما أمرت به فاطمة مطبق بحياتك، وما نهت عنه فاطمة أنت منتهي عنه، يوم القيامة ما راح تطهرك الزهراء أبدا. كنت تحصل على التطهير وأنت وين؟ وأنت في الدنيا. وأنت في الدنيا كنت تحصل على تطهير فاطمة، حتى مصيرك يصير قوي، حتى مصيرك يصير بالواقع لأن القيامة ترى سلاح ذو حدين. السلاح الأول وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، ذول أهل السعد اللي نقرأ عنهم في زيارة الجامعة. سعد من أطاعكم وشقي من خالفكم. ذول اللي عندهم السعد يوم القيامة مصيرهم طاهر. بس اللي ما عندهم السعد شلون بيهم ذولا؟ إن شاء الله احنا يوم القيامة نمر بهذا المعنى، إنها لتلتقط شيعتها وبعد ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد منين؟ من الحب الرديء. الآن أكو شيء لربما يدور بأذهان البعض، يقولون الشيخ سولف عن طهارة فاطمة الذاتية الفعلية النفسية القلبية وكذلك البدنية، وهذا نم عن طهارة فاطمة. مو سدوا لنا هذا الباب، سدوه. هسه انت جاي للمجلس، لو تطب تقعد، لو تروح برا تسولف حكي، عادة ما أنزل الله بها من سلطان، للأسف الشديد، للأسف. صلوا على محمد وآل محمد. سؤال أحبتي الآن يطرح هذا السؤال: إذا فاطمة حصلت على هذه الطهارات، فعلها وذاتها وبدنها ونفسها وقلبها، ما يصير عندك شك منو اللي يغسل أحبتي؟ الميت إذا مات شو يسوون له؟ يغسلوه. ليش؟ حتى حتى يطهر. إذا فاطمة عندها طهارة مطلقة، ليش غسلها علي بن أبي طالب؟ قلنا سد الباب يا معود، الباب سدوه، مو الحكي هنا بإذني.
إذا فاطمة عندها طهارة مطلقة ليش علي بن أبي طالب غسل فاطمة؟ وأمير المؤمنين يقول، أمير المؤمنين يقول ما كشفت عن فاطمة قط أبدا. ليش؟ لأنها طاهرة. علي تراني طاهرة ولو غسلتني. ليش غسلها أمير المؤمنين؟ أكو بيان هواي مهم بس بشقين. الشق الأول، رسول الله غسل لو ما غسل؟ النبي غسل. إذا رسول الله غسل وهو طاهر فبعد النبي يغسل لو ما يغسل؟ حتى وإن كان شنو؟ طاهر. لذلك أمير المؤمنين: يا علي فاطمة طاهرة لما غسلتها؟ قال: جريان علما بسنة النبي صلى الله عليه وآله. غسلت فاطمة حتى تجري السنة. وإلا يجي واحد ما يندى الحلقة يقول رسول الله مات وغسل وفاطمة لم تغسل، فهل كانت فاطمة أعظم من أبيها؟ إلى اليوم يجيك مجتمع يتصيد بالماء العكر لليوم لطمك يشكل عليه، لطمك هذا يشكل عليه، بتشيك لا تبكي حيل، ضيعت العبرة من عندنا. حتى ما مر عليك قول الصادق: فليبكي باكون وليندب نادبون وليضج ضاجون وليعجل. يجي واحد يقول: انت ليش تصرخ؟ ضيعت العبرة من عندي. انت ما عندك حرقة، هذا عنده حرقة، خليه. وهذا اللي يشكل عليك منين؟ منك. تلطم، هذا ليش يلطم؟ الله أكبر. تجزع، هذا ليش يجزع؟ انت باعتقادك انت ما مخلص، فما بالك علي وفاطمة؟ ما بالك أمير المؤمنين وفاطمة؟ فالشق الأول جريان العادة، النبي غسل، كلهم يغسلون إلا واحد لم يغسل. قالوا: لم يغسل شبل طه. بس هذا بس حسين ما حد غسله وشاله، كلهم تغسلوا إلا الحسين عليه السلام. عادة الميت يحضرون هلا، وعلى ذاك الصوت كلها مهرولة. ذاك جايب جفن هذا يفصله، ذاك لي يصب ماي هذا يغسله، ذاك يحفر قبر هذا ينزله. هاي عادة ما جروها بكربلاء إلا الحسين عليه السلام. كلهم أجروا عليهم السنة، كلهم إلا الحسين لم تجرى عليه السنة أبا عبد الله. هذا شق أول. شق ثاني: هي من أمرت بتغسيلها. يا علي إن أنا مت فغسلني، إذا أنا مت تغسلني يا أمير المؤمنين. وتطبيق وصية الميت شنو؟ واجب. وغسلها علي، ولكن يقول ما كشفت عنها لأنها هاي فاطمة طاهرة بذاتها ومطهرة إلي وإلك. هاي فاطمة. افهم حقيقتها وانت في أيامها، افهم معانيها وانت في أيامها، ائتمر بأمرها وانت في أيامها. أي نعم. ولكن سلمان يقول: دخلت المسجد رفعت إيدها بالدعاء، رأيت أركان المسجد ارتفعت. الله أكبر. أركان المسجد انشالت لي فوق. قلت لها: أبوك بعث رحمة، فلا تكوني بدعائك على القوم نقمة. رجعي إيدك فاطمة، والله إن دعت على القوم أزالتهم. رجعت إيدها فاطمة، ولكن علي بن أبي طالب رجع وياها. ايش تردين بالليل فاطمة؟ قالت: لا، أخذني إلى قبر رسول الله، لما يدخل الليل وديني لقبر النبي. تروح القبر النبي تبكي، حتى من البكاء منعت. بكاء مشرع، الله شرعه، منعوها. مو من حقش تبكين. الإرادة القوية مرات تفرض نفسها على المجتمع وانت ما تحرك ساكن.
من البكاء منعت فاطمة. يا ابويا خلاف عينك ما رعوني، خذوا نحلتي وبجوا عيوني، بالباب لما هيسوني، بالباب وليها عصروني. يا ابويا وقفت بالباب لكن ما علي حجاب، حسبي الرجس من لذت خلف الباب، عصرني وسقط جنيني وصدر نعاب. والليل كله قضت بواجي فاطمة، كل الليل تقضي بواجي. ومع كل ذلك فاطمة ما قالت لعلي كسرى ضلعي أبدا. علي شو وقت درى فاطمة مكسورة الضلع؟ لما خلاها على المغتسل شاف أمير المؤمنين وطلع. سلمان قال له علي غسلت؟ قال له بعدني. قال له ليش؟ قال له شفت ضلع فاطمة مكسور. أمير المؤمنين 90 يوم، الرواية الثالثة والثانية 70 والأولى 40. هاي الروايات الثلاثة نفرض 40 و70، أنت ما كنت تعلم بضلعها مكسور؟ الله أكبر. ولذلك تقول له يا أبويا الباب مني جذوع، وكان مو ضلع كاسر من أم ضلوع، شفتها بالصلاة ومنها شف مرفوع، وشف ما يرفع من شدة العصر. قل ابويا الباب بدله بدله بدله، يا ابويا تشوق روحي من الصدله. زينب هاي ابويا تشوق روحي من الصدله، يا ابويا الباب بدله بدله، يا ابويا تشوق روحي من الصدله. صعب أن تنظر إلى مكان عاش فيه ماذا؟ حبيبك عزيزك، واحد من محبيك. زينب حبيبتها فاطمة، عشقها فاطمة. لكن ليه أرضى أقري لك هالمصيبة هاي وأسألك الدعاء. سامعين من خطباء المنبر يقولون يوم 10 من المحرم الإمام صاح: من ذا يقدم للجواد ولامتي، والصحب صرعى والنصير قليل. فأتته زينب بالجواد تقوده، والصبر من ذكر الفراق يسيل، وهي تقول قطعت قلبي يا أخي. أبو علي خويا قطعت قلبي، قطعت قلبي يا أخي حزنا عليك والفراق طويل. صاحت لأخويا ما أقسى قلبي أقوى تحملي، أي أخت تقدم فرس المنون لأخيها. احنا شو نسولف هنا؟ تقدم. صاحت أخويا قفلي هنيئة لحظة. وقف الحسين: ايش تردين زينب؟ قالت لك شف لي عن صدرك ونحرك. كشف عن صدره نحره. قولي زينب: قبلته بنحره، شمته بصدره، توجهت للمدينة. أماه ردت الوديعة، حفظت الأمانة وردت الوديعة. شنو الوديعة؟ هاي راح أسولف لك إياها. إلي زينب الزهراء بأواخر حياتها، إلي دنت من أمها. ايش تردين يمه؟ أوصيك يا يمه بوصيتين للغاضرية يا يمه لو ردت ترحين، شمي لي يا يمه نحر الحسين، شمي لي يا يمه نحر الحسين، وبكربلاء لا تقصرين. ليش يمه؟ افتح قلبك واسمع. ابنية عمرها 5 سنوات وتسمع وصية من أمها إلى أن صار عمرها 60 سنة، 55 سنة زينب ضامة بقلبها هذا الحكي. ليش يمه فاطمة؟ قالت لها: نحر يذبح من الوريد إلى الوريد، وصدره يرضون بحوافر الخيل. 55 سنة مولاتي زينب ضم هذا الحكي بقلبها إلى يوم 10. وأمها صديقة صادقة مصدقة تقول: هذا اللي راح يجري على الحسين. ساعد الله قلب زينب عندما نظرت لذلك اليوم وتقربت ليه سمعت يا وين وتقربت ليه.
ويا ولقيت الولي متوسد يدي ولقيت 1900 جرح بي. إلا أخويا ما هو جرح واحد وداوي أنا يقلها كل جرح بعضاي عوفي. بس أكو جرح زينب أوصيش بيه. شنو هذا الجرح؟ زينب بس جرح اللي بقلبه عينك عليه. لذلك رأت الأحبة الأعزة على رمضاء كربلاء أبيات الدعاء. أحبتها عزتها على الرمضاء والغربة تقتل يا ناس. وإذا أنت وحيد ما لك ناصر وين تطي وجهك. أك وحيد قالت لخيت الله يعينك ما لك معين. قومك على الغبرة مطايب. بمن استنجدت قالت أنا منين أجيب المرتضى منين. عن كربل أبويا غبت وين خذوا ثار وامواد بسبب. سووا زينب كلمة صعبة. قل أبويا فزعوا أبويا فزعوا وفرد فزع. فزع وفرد فزع. أريد بيت واحد أقرأ بس كون الله يعطيني الصبر أقرأ هذا البيت. شافت أحبتها على الرمضاء صاحت بصوت ألا يا كرام الحي غبتم جميعكم وخلفتم في الطف تبكي نساؤكم. شبيهن بالله والله صعب هذا الحكي. حواسر خلف القوم تدعو وراءكم أحبائي لو غير الحمام أصابكم. شو تقول؟ تقول عتبت وما على الموت من معتبوا. قالت تعنيت مهضوم الولينا ودور بالمعار حسين وين. أدور بالمعار حسين وينه. لما شافني فكا لعينه. شو يقول الشاعر؟ لما شافني فكا لعينه حسباله جا واحد يعينه. حسباله جا واحد يعينه لما نعرف نختل حنين. لما نعرف نختل حنينه الشر على صوابه بيمينه. خويا تعاي تقول أنا كل ظن طعني أينا أشدها ويقوم حسين لي أنا. إيش لقيتي؟ أشدها ويقوم حسين لي أنا أثار الأعادي مقطع.